مات طارق عبد العزيز، مات أطيب خلق الله. من شوية جالي الخبر إن هو توفى داخل لوكيشن التصوير. كان بيصور مسلسل اسمه بقينا اتنين مع الفنان شريف منير. حضر الصبح عادي جدا وكان معاه ابنه. دخل أوضته كالعادة في الاستوديو التصوير وكان بيراجع المشاهد وقاعد في هدوء وسكينة. وبعد تقريبا ساعتين ولا حاجة، أستاذ طارق تعالى عشان تصور. خدوه وهو دايما يعني بيتسند على ابنه، وبعدين أغمى عليه قبل ما يدخل يصور المشهد. طبعا خدوه وجريوا على المستشفى، فقالوا القلب توقف، وبعدين بعد كده قالوا لا القلب رجع تاني، عملوا له حالة من حالات الإنعاش، يعني رجع قلبه تاني يشتغل، ولكن القلب توقف مرة تانية والدكاترة قالوا البقاء لله. أستاذ طارق عبد العزيز كان من حوالي 3 شهور أو 4 شهور كان عامل عملية قسطرة في القلب ومركب دعامات، ومش ديت العملية الأولى والقسطرة الأولى. طارق عبد العزيز ويشهد ربنا سبحانه وتعالى إن خسارتي فيه كبيرة، لأن أنا ما كنتش بعتبره فنان، يعني كنت بعتبره حد من العيلة. مش أنا بس، ومش هدعي بس إن أنا بس يعني، لكن يشهد ربنا برضه إن مفيش حد اتعامل مع الأستاذ طارق عبد العزيز وما حبوش. مفيش حد اتعامل مع هذا الشخص وقال عليه كلمة وحشة أو شاف منه حاجة. أنا من حوالي مثلا 5-6 سنين كنت بقدم برنامج، ولحد دلوقتي لسه يعني الحمد لله في إذاعة الشرق الأوسط. فكلمته، كنا في رمضان، كان في أول سنة في البرنامج. يا أستاذ طارق، قال لي يا حبيبي. قلت له أنا بقدم برنامج كذا كذا كذا. مبروك يا حبيبي، ربنا يجعلها فتحة خير. فقلت له عايزك معايا ضيف. فقال لي طبعا، فين؟ فقلت له في مبنى الإذاعة والتلفزيون. ما قاليش حاجة وقال لي طبعا هجيلك. أستاذ طارق جالي واتفاجئت إن هو متسند على السواق بتاعه. والله العظيم هذا حصل. فمش قادر يمشي، وللأسف ساعتها كان الأسانسير كان عطلان. أتاري الأستاذ طارق كان بيعاني في مشاكل في رجله ومشاكل في قلبه، وإحنا الاستوديو في الدور التاني. فضلنا نسند الأستاذ طارق ويطلع قلبة سلم ويقعد، جبنا له كرسي يقعد، بعدين يطلع تاني قلبة سلم ويقعد. وبعدين قلت له طيب طالما أنت تعبان جيت ليه؟ قال لي وانا يعني هاجي الأعز منك؟ هو معقولة يعني يبقى واحد بعتبره زي ولادي أو أخويا الصغير بيعمل برنامج وأول تجربة ليه في الإذاعة وطلب مني إن أنا أبقى ضيف وما جيش؟ طب أقول لك إيه؟ ما كنتش عارف أقول له إيه. عملنا حلقة من أحسن حلقات. لما كنت بحس إن أنا مخنوق كنت بكلم طارق عبد العزيز، والله العظيم. مرة اتصلت بيه كانت يعني الدنيا ما كانتش حلوة خالص، مشاكل شغل معرفش إيه كده. فضل يتكلم معايا بشكل، عارفين قال لي إيه؟ قال لي يا خالد، مهما كانت مشاكل الدنيا عندك اذبح، تقرب من ربنا واذبح. أنا بعمل كده. أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا عندي مشاكل الدنيا، عندي مشاكل كتير قوي، لكن من كام يوم جبت خروفين وذبحتهم ووزعتهم على يعني أهل الله. فهو كان ساكن في المقطم يعني. طارق عبد العزيز كان من الناس لما أنت كنت يعني تحب إنك أنت تقعد مع حد هيضحكك وهيحتويك وهتطلع يعني أو هتخرج من القعدة وأنت رامي همومك كلها، كنت تتكلم طارق عبد العزيز. آخر حاجة قالها طارق عبد العزيز لأصدقاء كتير من ضمنهم المخرج مجدي الهواري وغيره، قال لهم لما أموت ابقوا قولوا للناس تترحم عليا. طيب أنت ليه بتقول لنا كده يا أستاذ طارق؟ قال لأن أنتوا حبايبكم كتير، وأكيد لما أنتوا تقولوا لحبايبكم ناس كتير هتترحم عليا. أنا طالع وأنا في أسوأ حالاتي وبتكلم، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى إن أنا لا أدعي، ولكن خسارتي فيه كبيرة جدا، لكن هو طبعا ما يعزش على اللي خلقه. واللي أنا طالبه وبرجوه منكم إن أنتوا تترحموا على الأستاذ طارق عبد العزيز، لأنه والله 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 كمان مرة مش مجرد واحد ممثل بس، لا ده كان شخص. انتوا عمركم شفتوا مثلا هو عمل مشكلة مع حد؟ عمركم مثلا شفتوا ان طارق عبد العزيز ده يعني في مشكلة ليه، مش حتى مع حد، في مشكلة في شغله اتأخر مثلا، حد طلع واشتكى وقال لا ده راجل مش كويس، او راجل معرفش ايه، او راجل معرفش ايه؟ عمركم شفتوا طارق عبد العزيز مثلا عمل مشهد خارج؟ خالص.
طارق عبد العزيز من اول ما ابتدى، يمكن من قبل، صعيدي في الجامعه الامريكيه، وبعد كده صعيدي في الجامعه الامريكيه سنه 97 98. هو راجل يعني كان طول الوقت بيشتغل هو ساكت. جات له بطولات كانت مشتركه من ايام يعني اصحاب ولا بيزنس وسيب ونسيب وغيره من الافلام، وبعد كده الدنيا يعني ما اديتوش شويه ورجع شويه ورا ساكت. كان دايما يقول احمدك يا رب، احمد ربنا واشكر فضله. طول الوقت كان بيقول كده. اترحموا على طارق. الله يرحمك يا استاذ طارق، ويجعل مسواك الجنه، واكيد انت في مكان احسن. شكرا.